السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا ما بيحبش سلطة الكول سلو؟ وبنحبها جدا وبنحب ناكلها في المطاعم، لكن للأسف علبة المطعم تبقى صغيرة جدا جدا جدا. تعالوا نعمل أحلى كول سلو، أحلى كمان من بتاع المطاعم، ونعمل بولة كبيرة جدا الولاد ياكلوا ويشبعوا وينبسطوا. شايفين شكلها وشايفين جمالها، ولا الطعم ما أقولكوش والله أحلى من المطعم كمان. تعالوا بينا نشوف المقادير مع بعض. المقادير سهلة جدًا، جدًا. هنجيب كرومبة اللي هي كرومبة السلطة طبعًا، اللي هو كرنب السلطة مش الكرنب بتاع الحشو طبعًا كلّكم عارفينه. وهنجيب جزرة قدّامنا أهيّة، أدي الجزراية. وهنجيب قدّامنا بقى الصوص بعد ما بنقطّع الكرنب تقطيعة كويسة. هنبشر الجزر، وبعد كده نجيب لبن وخل و اللهم صل على النبي مايونيز طبعًا ده الأساس بتاعه، وطبعًا السكر ما ننساش السكر طبعًا. يبقى المايونيز والسكر دول أساس التومية، تمام. هنقطّع كده زي ما إحنا شايفين الكرنبة قطع زي ما تحبي، في ناس بتحبها صغيرة وفي ناس بتحبها قطع كبيرة وفي ناس بتحبها ناعمة أوي. أنتِ التقطيع ده زي ما بتحبّي. شايفين أنا تانية صوابعي إزاي وأنا باقطع بالسكينة، علشان السكينة ما تنزلش على صوابعِك لا قدّر الله تتعوّري. ده كتير مننا بيتعوّر من التقطيعة دي، لمّا تيجي تقطّعي على القطّاعة تلاقي السكينة هوب نزلت على صباعِك، عوّرتِك أو على ضفرِك وعوّرتِك. فدايمًا نحاول إن إحنا نبقى تانيين صوابعنا، تانيين صوابعنا وإحنا بنقطّع. قطّعنا الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين، لكن السكينة تعبت لي إيدي، وهو تقطيعه جامد لإن هو يعني تقطيعه صعب بيتعب فعلًا. هاورّيكم مفاجأة دلوقتي ونشيل السكينة على جنب خالص، خالص، وهاقول لكم طريقة سهلة جدًا في تقطيع الكرنب ده بمنتهى السهولة. المخرطة. انزلي بقى بالمخرطة يمين وشمال وادّيها تقطيع في ثواني هتقطّعي. بس أنا حبّيت أورّيكم بالسكينة الأول لإن معظمنا أكيد بيفكّر إن هي بتقطّع بالسكينة بس، لكن أنا جرّبت المخرطة يا جماعة سحر وفي ثواني ما خدتش معايا أي وقت، وبتقدري تتحكّمي بقى في إيه، تقطيعها والكمية بتاعتها، الحجم بتاعها. هابشر الجزر وارجع لكم بقى نحطّه على الكرنب. بشرت الجزر وحطيت بقى كله في بولة واحدة كده علشان أقلب براحتي خالص، وشِلت شوية كرنب على جنب عشان لو احتجت في الآخر أزوّد كرنب. ممكن الجزر أحس إنه كتير أحب أزوّد شوية كرنب. الصوص اللي هنعمله نحطه عليها ال على ال السلطة ممكن يبقى كتير تضطري تزوّدي شوية كرنب، كده يعني. طبعًا البولة دي كبيرة بس يمكن حجمها مش باين معايا دلوقتي. هنجيب بولة بقى علشان نعمل الخلطة السرية بقى اللي هتتحط عليها اللي هي تدّيها الطعم الرائع، الرائع. هنجيب السكر ونحط منه معلقتين. طبعًا المقادير تبع الكمية اللي أنتِ عاملاها، ما أنتِ لمّا تعملي طبق صغير غير لمّا تعملي بولة كبيرة، أنتِ بتتحكمي في المقادير بتاعتِك. بس أنتِ بتدوقي اللي أنا هاعمله في السلطانية دي، أنتِ بتدوقيه وبتشوفي طعمه هو اللي أنتِ عايزاه والّا لأ. هاحط أنا هنا 3 معالق مايونيز علشان أنا عاملة كمية كبيرة، يعني البولة دي كبيرة أوي، باقول لكم حجمها مش باين كمان في التصوير زي الحقيقة. أدا 3 معالق مايونيز، الأساس بتاعها المايونيز يا جماعة. حابة تعملي أنتِ المايونيز في البيت اعمليه، حُطّي اللبن طبعًا. أنا كنت باعمل مايونيز في البيت بصراحة، بس أنا اليومين دول ما فيش وقت يمكن، علشان كده اضطريت أشتريه. هو بقى غالي جدًا المايونيز للأسف، بس بتحاولي إيه إن استخداماته ما بتبقاش كتيرة يعني. فأنتِ لو حابة تعمليه في البيت اعمليه، بيبقى جميل وطريقته ناجحة برضه جدًا يعني. بس أنا علشان مش باستخدمه في مطبخي كتير أوي، فباجيب يعني كل فين وفين برطمان كده، آخد منه على قد ما أنا عايزة. هنحطه وهنحط عليه اللبن، السكر والمايونيز واللبن، الخل في الآخر عشان ما يخلّيش المايونيز يقطع مع اللبن. يعني إيه يقطع؟ يعني يجبّن كده يعمل زي الزبادي يعني ويعمل حتت كده زي اللبن الرايب. فخلّي دايمًا الخل في الآخر، أحط 3 معالق خل. تمام كده. هنقلّب بقى تقليبة حلوة، وبعد كده ننزل بيهم على البولة اللي فيها الكرنب والجزر. الجزر زي ما أنتِ حابة، يعني عايزة جزر كتير، عايزة جزر قليل، تبع التذوق بتاعِك ومزاجِك أنتِ وأولادِك طبعًا. كده بقى تمام خالص. لو أنا فترة بقى كان زماني هادوق ده قدّامكم دلوقتي، لكن للأسف طبعًا عشان صيام مش هاقدر أدوق الطعم إيه، لإن من الطعم ده أنا باعرف إن كانت السلطة مضبوطة والّا لأ، قبل ما أحطه وأضيفه. خلاص لو أنتِ دُقتيه كده بطرف المعلقة،
هتحسي طعم السلطة باين أوي، وإن هو ده الطعم اللي أنتِ عايزة توصلي له، وأنتِ بقى بالتذوق بتاعِك ده هتقدري تقولي لأ ده أنا عايزة سِنّة مايونيز، ده أنا عايزة سِنّة سكر، أنا عايزاها مسكرة أكتر شوية، أنا عايزة سِنّة خل، عايزاه فيها مزازة شوية، فأنتِ بالتذوق بتاعِك اللي هتقدري تحددي طعم السلطة الcoleslaw بتاعتِك، إنها توصل لمرحلة بتاع المطاعم بالضبط، هي ما فيهاش أي مكونات غير دي، هي دي بس المكونات بتاعتها. شايفين؟ أنا كده هازوّد شوية كرنب تاني، عشان حسّيت إن اللبن والمايونيز فيها كتير شوية والجزر كتير، فأنا هازوّد شوية كرنب وهاقلّب تاني تقليبة جميلة كده، وشايفين بقى إيه على فكرة وتتحط في التلاجة، كل ما تتحط في التلاجة تلاقيها بقى إيه، نزّلت الصوص بتاعها أكتر كده وبقت juicy كده وجميلة وخطيرة، خطيرة، خطيرة، وبألف هنا وشفا، ما تنسوش اللايك بقى على الفيديو التحفة ده، وإن شاء الله أقابلكم في فيديو قادم إن شاء الله.